في ملخصنا النهاردة بنتفاجئ بزينب في بيت خليل ومتغيرة 180 درجة. حتى خليل نفسه بيتفاجئ بده. وهنشوف سبا هتعمل ايه بالظبط بعد ما وصلها الجواب من عمها سفر. وكمان في آخر الملخص هنشوف مع بعض يلمز وهو بيقع في فخ كبير. يا ترى هيعمل ايه؟ كل ده وأحداث تانية كتير هنشوفها في ملخص النهاردة، فتابعونا للنهاية. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. واللي ما شافش الأحداث اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. بتبدأ الأحداث بفلاش باك وبيكون في خليل قاعد مع أمه واللي كل همها تجوزه. أو مش بس كده، كمان بتوريه صور بنات يختار منهم، لكن بيرفض خليل. هو بيقولها إن هو عايز حد يبقى شبهها، لكن مش بيلاقي طبعا. وبتتكسف من كلامه وبتقوله إنها هتدور برضه. بنرجع لزينب اللي بتقول لخليل إنها بتحبه وإنها بتستأذنه تدور على حاجة وبيها تثبت فعلا إذا كان هو خليل بتاع زمان ولا لأ. وفعلا بتروح لجاكيت البدلة أو بتلاقي الدبل والحلق زي ما كانت متوقعة، وبتقوله إنها مستنياه يعرض عليها الجواز تاني بس بشكل أحسن. فبيقول لها تاخد الحلق علشان أمه هي اللي اديتهولها، وبيقول لها إن هو هيحكي لها اللي حصل. أما يلمز بيفضل يتخيل جنة ويسمع صوتها حواليه، فبيروح يقعد على السلم وبيكلم نفسه وبيقول لها إن هي ماتت خلاص وإنها تبعد عنه. فبيتخيلها بترد عليه وبتقوله أنت اللي قتلتني. بتقعد فريدة مع جوزها وبتقوله إنها عايزة تروح لأبوها وإن هم سابوه في الحالة دي لوحده. فبيتعصب عليها كيفنج وإنها بعد كل ده بتفكر فيه، وبيقول لها كمان بعد اللي عمله في أختها. فبتتضايق منه وبتقوم تمشي. بيبدأ خليل يحكي لزينب وإن هو قصد يعمل كده ويبعدها علشان يعرف الحقيقة، علشان ما تكونش مخدوعة في أبوها علي فؤاد، وعايز يثبت براءته وكمان يعرف مين قتله. بتستغرب منه زينب وبيأكد لها إن أخوه بعت حد يقتله، وإن في قارب عدى من جنبه بالليل في نفس اليوم، وإنهم كانوا مصورين أبوها وهو رايح له. بيقابل يلمس سراي وبيفضل يقول لها إنها بقت زي أمها، عايزة تروح الدروس والمعاهد علشان تغازل في الشباب وتبقى على حل شعرها. طبعا بتفضل تزعق له، وبيجي يوسف وبيدافع عنها وبيقوله إن هو مش هيسكت له وإنه بقى زي خليل. بيتخيل يلمس بجنة قدامه وبتقوله يسيبهم يمشوا، وطبعا بيتوتر وبيسيبهم وبيمشي. وبتفرح سراي من أخوها اللي بيحميها. أما خليل بيفهم زينب إن هما لازم يفضلوا متخاصمين علشان طبعا يقدر يكمل في الخطة بتاعته. فبتقوله إن هو صعب عليها تعمل كده، لكن بيقول لها إن ده ضروري وإن هو هيتعمد يعصبها عشان تعرف تمثل كويس. لكن بيجي في بالها أبوها وهو بيقول لها إن أبوها علي فؤاد اعترف له إن هو قتل أمها. بيقول لها خليل إن هو ما عندوش إجابة لتصرف جيم ده، وبيقول لها تيجي معاه. بيرجع يلمز وبيلاقي زينب وخليل نازلين، فبيقول لها إن هو مستغرب من الانفصال اللي مخليها كل شوية عنده في البيت. وبيفضل خليل يتوعد له وبيقول له يستمتع بالحرية دلوقتي علشان مش هيلاقيها. وبتيجي قدر تقول لي يلمز ما يردش عليه ويدخلوا جوه. بتسأله زينب ازاي هيعتقل أبوه زي ما سمعت منه، فبيقول لها هيحكي لها في الطريق. وبيركبوا العربية. بتروح برسانه وبتتكلم مع كيفنج وبيقول لها إنها قوية جدا وتحدد كل مخاوفها وقسوة أبوها ونفذت اللي في دماغها، ويا ريت فريدة كانت زيها. فبتقوله برسان إنها مش مستغربة من تصرف فريدة وإنها دايما كده. وبتقوله أمها حبتهم كلهم زي بعض رغم كل اللي بتعمله فريدة. بنرجع فلاش باك وبنشوف جنة وهي مجمعاهم، وبتواجه خليل بكلام أخته اللي قالت إن هو كان بيتخانق مع زميله، وبتبدأ تقوله إن هو ما يبقاش سيء ويحب كل الناس علشان الشخص الطيب بينام مرتاح، والشخص السيء ما بيعرفش يرضى بأي حاجة ولا بيقدر ينام مرتاح. وبنرجع للوقت الحاضر وبرسام بتقوله إن هو طيب جدا وبيحب فريدة وبيحاول يرجعها، ونجاحه في الموضوع ده من نجاح أمها جنة. بتدخل سراي البيت وبتلاقي ترغط، وفجأة بتلاقي فار وهما الاتنين بيخافوا منه جدا. بتقوله امسكه بسرعة، فبيقول لها إن هو خايف منه. بنلاقي يوسف واقف مع بنت وعمال يرسم نفسه قدامها وإن هما أغنياء جدا. بتكون فريدة مقررة تروح عندهم وبتنادي على يوسف وبتحاول تقوله إن جدهم لوحده وإنه على الأقل يروح الدكان يبص عليه. فجأة بتلاقي ترغط وسيران نازلين بالمقشة ورا الفار، بتزعق لها سراي وبتقول لها تمشي. وطبعا بتتخانق معاها فريدة لكن هي تستاهل، وسراي مش بتسكت لها وبتخليها ترجع تاني. أما قدر فبتقرر تخرج وتسيب يلمز نايم، وبتطلع من البيت بالراحة جدا. بيوصل خليل البيت عند زينب وبيقول لها إن هو كان بيجي كل يوم كالعادة يستناها لحد ما تطلع. بياخدها خليل وبيطلعوا البيت. بيفتح جيم وبيتفاجئ بيهم الاتنين وبيدخلوا علشان يتكلموا معاه. بتدخل فريدة البيت وبتلاقي الأوضة اللي فوق فاضية ومش بتلاقي قدر في البيت.
بتدخل الأوضة لأبوها وبتلاقيه نايم، فبتخرج وبتتعقب قدر بالموبايل عشان تعرف هي راحت فين. نرجع لزينب وبيقعدوا كلهم وبيقول لها جيم إن هو عارف إن خليل حكى لها كل حاجة، فبتقوله إن خليل ما قالش حاجة وإنها جاية علشان تفهم أكتر سبب كدبه عليها. وبيعترف جيم إن هو ارتكب غلط بس ده من حبه ليها، وبيقول لها إن لو في حد تثق فيه وبيحبك بجد يبقى خليل، وإن هو عمل زي أبوها بالظبط وعافر علشان يوصل للحقيقة حتى لو كلفته إن هو يخسرك، وإن أبوها بعد عنها خوف عليها وعلشان يحميها، إنما هو أناني وبيترجاها متكرهوش لأنه مش هيستحمل ده. فخليل بيدافع عنه وبيقول لها إن هو مش بيحب جيم لكن هو ساعده ولما احتاجه وقف جنبه على طول، وبيقول لها إن هو بيحبها جدا مهما حصل. بيتصل دندار على خليل وهم قاعدين وبيقوله على العقد اللي جاهز علشان يوصله بسلكيم، وبيقفل مع خليل وبيقول لها جيم إن خليل هيحصل له مشكلة كبيرة لو الراجل ده شك فيه، لكن بيطمنها خليل إن مفيش حاجة هتحصل. بيطلب دندار من جان يخلص الورق وبيوعده إن هو يجيب له أخباره وإن هو عنده مصدر موثوق فيه. بتفتح سبا الجواب وهي متوترة، فبتلاقي فلاشة وبتشغلها بسرعة وبتسمع أبوها بيدبر قتل ليلى مرات علي فؤاد وإنه هيسكت أخوه سفر وياخد الورث. فبيقول لها جيم إن هم هيدوروا ورا الموضوع ده أو بيسيبهم وبيقوم، وبيقول لها خليل تسمع قلبها وتسامح أبوها وأمها. بتروح قدر للمقابر وبتدعي لأختها وبتشوفها فريدة اللي كانت مراقباها وبتستناها تمشي، وبتروح تعرف إنها كانت عند قبر سلماز لكن طبعا مش بتكون عارفة هي مين. أما خليل بيعرف زينب إن هما جايين الشركة علشان العقد وإن دندار جاي أكيد، وبيوصيها ما تعملش أي حاجة علشان ما يشكوش في حاجة. بتجهز قدر الأكل وبيرفض يلمز ياكل، والباب بيخبط وبتفتح قدر بتلاقي فريدة اللي بتسألها كانت فين ومين سلماز اللي راحت لها. بتتوتر قدر وبتقول لها فريدة مالك متوترة ليه وإنها كانت بتعزيها بس. بيقول لها يلمس تجهز الأكل لكن فريدة بتفضل تلمح، فبتبدأ قدر تقول إنها خرجت النهاردة راحت المقابر وبيتضايق يلمز إنها ما قالتلوش. بتدخل المطبخ وبتتصنت عليهم وخايفة تقوله إنها كانت عند سلماز. أما برسان بتكون قاعدة بتاكل معاهم وبيقولوا لها إن هم فخورين بيها وبيعرض ترغط عليها يجيبوا أساس جديد للبيت ويجددوا البيت، وبتوافق وبتقول لخليل إن هو يساعدها بالفلوس. فطبعا بيستغرب خليل منها، فبتقوله إن زينب قالت لها كل حاجة، وبياخدهم خليل على جنب وبيقول لهم إن هم عارفين ولازم ياخدوا احتياطاتهم علشان الموضوع ما ينتشرش وما يبقاش فيه أي خطر. بتقعد زينب تاكل مع جيم وبتقوله إنها هتطلب منه طلب، وبتطلب منه يحكي لها عن أبوها مادام كان يعرفه. فبيقول لها إن هو هيجيب لها صورته مع أمها وهي مش بتصدق وبتفرح قوي، لكن بيرن تليفونها وبتلاقي قدر بتقول لها إن فريدة عارفة سلماز وإنها في البيت ويتصرفوا ويمشوها قبل ما تقول حاجة ليلمز. بسرعة بتتصل زينب بخليل وبتطلب منه يتصرف بسرعة. أما يلمز بيسألها راحت لمين، لكن فريدة بتغير الكلام وبتقوله إن دي حاجة خاصة، وبيبدأ الكلام يبقى على فريدة وجوزها. فبتبدأ قدر تغير الموضوع وتقوله ما يضغطش عليها أكتر من كده ويسيبها على راحتها. بيلاقوا الباب بيخبط وبيجي خليل وكيفنج وبيطلعوا بسرعة ياخدوها، وبيحاول كيفنج يكسبها في صفه ويقنعها تروح معاه البيت، وبيفضل يعتذر لها قدامه وإن هو هينفذ لها كل اللي هي عايزاه. وبيقوله خليل ياخدها ويمشي علشان عايز يتكلم مع يلمز لوحدهم. فبياخدها كيفنج وبيخرجوا وبتقوله شكرا إنك فهمت علاقتي بأبويا. وبيتكلم خليل مع يلمز وبيقوله يا ريتك ما اتولدت، وبيفضل يقوله كلام ينرفزه وبيتضايق خليل وبيمشي، لكن بيتوعد له طبعا. بيتصل بزينب وبيطمنها ان هم اخدوا فريدة من عنده. بيجيب جيم الصور لزينب وبتشوف الصورة وهي حزينة طبعا علشان دي أول مرة تشوف أمها، وبيقول لها جيم إن علي فؤاد كان محتفظ بيهم، وبيقول لها تقرأ الكلام اللي عليها وبتبقى منهارة طبعا. بياخد يلمس قدر وبيقول لها تيجي وراه علشان أعمل لها مفاجأة. بتطلع ورا الأوضة اللي كان حابسها فيها وهي متوترة وقلقانة، والمفاجأة إن هو بيقول لها إن هي أخت سلماز. طبعا لحظة صدمة القدر أو مش بتصدق إن هو عرف، وبيطلع إن هو سأل فريدة وعرف منها. بيقول لها يلمز إن هما هيقضوا يوم طويل النهاردة، بيسألها هي اتجوزته ليه. بيتصل كيفنج بخليل كأنه بيطمن على الدنيا، واللي بيلاقي خليل بيطلب منه يستدرك فريدة ويعرف منها قالت ليلمز ولا لأ، لكن خليل مش بيستنى وبيقفل معاه وبيروح يطمن بنفسه وبيروح على البيت. وبنلاقي قدر بتسأله ليه كونها أخت سلماز حاجة مخوفاه، وبيلاقوا الباب بيخبط فبيخليها يلمس تفتح الباب، وبتلاقي خليل وبتلمح له إن كل حاجة تمام، وبيغير الموضوع إن هو جه علشان العربية وإن هو مش عارف يعدي،
بيمشي وبتقول في سرها إن دي فرصتها علشان تنتقم. وبعدها بيقول لها يلمس تحكيله هي كانت ناوية على إيه، بتقوله إنها مخططاله وباين إنها بتستفزه علشان تنفذ خطتها طبعا. بيتصل خليل بزينب وبيقول لها إن هما جايين وبيفكرها تتملك نفسها قدامهم. بتلاقيهم زينب جايين فعلا ولسه بيسلموا عليها بتعاملهم وحش، فبيستغرب دندار. فبتقوله سبا إنها أكيد متضايقة علشان ما خليناهاش تشتغل معانا، وبيسألوها عن الأوضة اللي هيقعدوا فيها فبتقول لهم في جهنم. وطبعا بيفكروها إنها بتعمل كده من شدة كرهها لخليل. فبتقول لها سبا إن عمها سفر مات ما تضغطش عليهم أكتر من كده، بيسيبوها وبيروحوا المكتب. طبعا بتنجح زينب في التمثيل عليهم، لكن خبر موت سفر بيوترها وبيحسسها إن في حاجة غلط. بيطلب يلمز من قدر تحكيله الموضوع من أوله، وبتقوله إن هو مش بس مسؤول عن موت جنة وإنها عارفة إن هو السبب في اللي حصل لأختها. بيتصدم يلمز فبتقوله افتح الدرج اللي وراك ودور كويس. فبيلاقي يلمز المفتاح بتاع بيت سلماز، لكن يلمز بيمسك المفتاح وبيقول لها فين دليلك. بتستفزه قدر وبتقوله معهاش دليل لكن هتبقى هي الدليل، وبتفضل تقوله يقتلها. فبيتعصب يلمز وبيمسك السلاح. بيوصل خليل وبتقوله زينب إن سفر مات بحادثة عربية وإن سبا كانت قصده تعرفها وإن في حاجة غريبة بتحصل، لكن بيسيبها خليل وبيقولها تخلي بالها من نفسها علشان محدش يشك في حاجة. أما يلمز بيحبس قدر وبيقفل عليها بيتخيل جنة بتمنعه من إنه يقتلها علشان ما يبقاش عليه دليل. وعند خليل بيدخل جنير وده بيعصب خليل، لكن بيقوله دندار إن هو المحامي بتاعه وإن هو ملهوش علاقة بالكره الشخصي اللي بينهم، بيطلع العقد وبيفضل يقراه خليل. بيقول لهم خليل طالما الخط صغير يبقى لازم يقراه بتركيز، بيستفزوا جانيرو وبيقول له إن هو أصلا مش فاهم، بيخلي دندار يخليه يلزم حده، بيقول له يجيب له القلم علشان يمضي على العقد. بتفرح برسان إن هم مضوا العقد، لكن زينب بتقول لها إن المشكلة بدأت دلوقتي وبتاخدها تفهمها في المكتب. بياخدهم خليل وبيمشوا بيسيبوا جانير بيقول لهم إن سلكين ما تعرفش وسابها مفاجأة ليها. بيوصلوا مستشفى وهما مستغربين ليه جابهم هنا، فبيقولوا إنها هنا وإنها ماتت من يومين، وبيسألوا ليه ما قالوش فبيقولوا علشان ما يخسرش صفقة الفندق. بتحكي زينب لبرسان إن هو أخد منها الحمض النووي وإن جيم أبوها ساعده وهم اتصرفوا. وبنشوف خليل وهو بيقول لهم إن الدكتور هياخد منها عينة الحمض النووي وإن هما مضطرين يفتحوا قبر علي فؤاد علشان التقرير، وبيتفقوا على الشراكة وإن هو وافق بعهده معاهم. وبيخرج يتصل بترغط وبيقولوا إن هو خلص المهمة وجي دور يلمز علشان يسجنه، وبيتصل بزينب كمان علشان يطمنها. بيكون قاعد جيم وبيشاور له إن الموضوع عدى ودخل عليهم. بيروح جانير لبيت يلمز وبيطلب منه يحكي له الحقيقة اللي تخص سلكين بنت علي فؤاد، لكن بيسأله يلمز على الفلوس وبيقوله هات الفلوس الأول وبعدين يحكي له، وبيقفل في وشه. وطبعا بيشوفوا ترغط وبيصوروا علشان يقول لخليل. بيلاقي جانير عربية خليل وهي مركونة قدام البيت، بيصورها علشان يوريها لدندار وإن هو فقير وبيضحك عليه. بتروح زينب المطعم وبتلاقي خليل واللي بيعمل كأن في حاجة حصلت وبيقلقها أكتر، لكن بيقول لها إن هو هيعرض عليها الجواز، وهو طبعا مفكر إن هو كده في قمة الرومانسية وهي بتتقفل منه ومن رومانسيته. بتسمع سبار ريكورد تاني وبينادي عليها أبوها وبتقوله إنها أغنية، وبتتضايق إن هو ما خلاهاش تسمع الشغل وإن هو قال بيها. بيتعصب عليها دندار وبيقول لها أنت عايزة تدير الشركة وأنا عايش، وإن هو هيمسكها شغل الفندق بس. بيوصل جانيرو وبيوريله الصورة بتاعت عربية خليل، لكن دندار بيقوله إن هو راجل اقتصادي، لكن هو بيقوله إن مفيش حد كده وإن هو هياخد أخبار من يلمز، ولو الخبر طلع ما يستحقش هيدفع هو، ولو يستحق هيدفع دندار. بيوافق دندار على الرهان. أما خليل بيقول لزينب إن الخاتم في الكيكة اللي هي بتاكلها وبيقول لها إن هو حاول يبقى رومانسي بس مش عارف، وبتتصل سبا بيه وبتقوله يجي، فبيقول لها هيروح يشوفها عايزة إيه وإن هو ممكن يستدرك سبا ويحاول يعرف منها أي حاجة. بتوصل برسان لبيت أبوها وبيطلع يلمز يهدد قدر إنها ما تعملش صوت علشان ما يحبسش برسان معاها، وبتدخل برسان وبتقوله إنها جاية تكلمه في موضوع يخص فريدة. أما زينب بتروح لجيم وبتقوله يساعدها يثبتوا إن دندار هو اللي قتل سفر، وبيقول لها إن هو موافق. أما برسان بتفضل تقوله يسيب فريدة في حالها وإن هو بوظ لها حياتها وإنها تحميها منه علشان وصية أمها ليها على أخواتها، وبيقول لها يلمس تمشي علشان ما يعملش جريمة، لكن طبعا هي بيكون مش هاممها وبتستفزه بالكلام وبتمشي، لكن بينادي عليها وبيطلع السلاح وبيقرب منها. بيقول لها إنها مش خايفة فبتقوله لأ ويقدر يقتلها لأن في ناس عارفين إنها عنده، وبتسيبه وبتمشي وهي مصدومة من تصرفاته.
بيروح خليل لسبا وبتقوله إنها تتفق معاه على شغل بينهم وعايزة تثق فيه علشان يبقى بينهم شغل أكبر وأخطر. طبعا بيستغرب منها خليل بس بيفهم إن في حاجة. وبيوصل دندار وبتقوله إن هما اتفقوا خلاص على الشغل وبيفرح إن هما اتفقوا. لكن فجأة بيرن تليفون خليل وبيلاقيه كيفنج وبيقوله إن فريدة قالت ليلمز على موضوع سولماز وإن دلوقتي عارف إن أكيد قدر في خطر. بيستأذن خليل بسرعة وبيسيبهم وبيمشي وهو قلقان لا تكون عملت حاجة في نفسها وبيطلع جري على البيت. بيطلع لها يلمس بالسلاح في الأوضة وبيقول لها أنت أكيد مستعدة للحظة دي وبيرفع عليها السلاح. بيوصل خليل بسرعة والشرطة في نفس الوقت وبيدخلوا يلاقوا يلمس نايم على الكنبة وإيده كلها دم والسلاح معاه. بيفضلوا يدوروا في كل مكان على جثة قدر لكن مش بيلاقوا حاجة وبيلاقوا أثر دم في الأوضة وطبعا بيتم القبض عليه. لكن الغريب إن يلمس بيقول لهم إن هو ما عملش حاجة وما قتلش مراته. بيوصل جانير في الوقت ده وهو جاي مستعد علشان يعرف الأخبار من يلمس لكن بيتفاجئ بالشرطة وبيعرف إن هو قتل مراته. بيطلع خليل وتغرط ومعاهم زينب وبيبقوا قاعدين زعلانين من اللي حصل وفجأة بتطلع قدر من الأوضة وبتطمن إذا كانت قبض عليه ولا لأ. هنا بتخلص حلقتنا في لحظة من الحيرة، هل خليل كان متفق معاها وإزاي قدرت تعمل كده في يلمز وهيحصل إيه بعد كده؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الملخص اللي جاي. فاكتبوا لنا في التعليقات عايزين الملخص اللي جاي امتى وكمان توقعاتكم. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. حابة أفكركم وأقول لكم ما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية علشان هننزل هناك ملخص تركي جديد كل يوم وهتلاقوا رابط القناة في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. أشوفكم بكرة في ملخص جديد. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose